بيقولوا إن في كتاب هو أخطر كتاب في العالم، الكتالوج السري للبشر، اللي بيفك شفرة أكتر من 3000 سنة من سلوكياتنا. الكتاب ده هو ال 48 قانوناً للسلطة لروبرت جرين، والنهاردة إحنا هنفتح الكتالوج ده مع بعض. حد فينا عمره حس إنه بيلعب لعبة بس من غير ما حد يديله كتيب القواعد؟ سواء في الشغل، في العلاقات، في أي مكان. تحس إن في ناس بتكسب كده بسهولة، وإحنا بنبقى بنلعب من غير ما نعرف حتى البيادق دي بتتحرك إزاي. الإحساس ده هو بالظبط اللي الكتاب ده بيخاطبه. لا، ده مش مجرد كتاب، ده عامل زي أرشيف كامل. روبرت جرين قضى سنين بيدرس في رسائل ومذكرات الناس اللي مسكت السلطة على مر التاريخ، من أول القادة والاستراتيجيين القدامى لحد مدراء الشركات الكبار في زماننا، وطلع من كل ده بأنماط سلوك بتتكرر بشكل مرعب. بس استنى لحظة، الكتاب ده سمعته يعني مش أحسن حاجة، صح؟ في ناس بتشوفه كتاب شرير، دليل التلاعب بالخداع. خلينا نتكلم في النقطة دي بصراحة. ليه سمعته وحشة؟ لأنه بيتوصف دايماً بأنه ميكيافيلي، متشائم، وفي ناس بتشوفه كئيب وبيكره البشر. والأغرب بقى إنه ممنوع في بعض السجون في أمريكا عشان بيعتبروه بيدي للمساجين ميزة إدراكية خطيرة. يعني الكتاب مشهور بين المساجين والمشاهير في نفس الوقت، ودي تركيبة غريبة قوي. وهنا بقى مربط الفرس. قوانين السلطة دي مجرد أدوات، بالظبط زي السكينة، ممكن تستخدمها عشان تقطع بيها أكل، ممكن تستخدمها في حاجة تانية خالص. القوانين دي في حد ذاتها مش خير ولا شر، طريقة استخدامها هي اللي بتحدد كل حاجة. أوكي، يلا بينا. الكتاب فيه 48 قانون، طبعا صعب نشرحهم كلهم بالتفصيل، بس خلينا ناخد لفة سريعة كده نعدي على الأفكار عشان الصورة الكاملة تبقى واضحة. المجموعة الأولى بتركز على أساسيات الهيبة والحضور. نبدأ بالقانون الأول: اوعى تبان أشطر من مديرك. التاني: بلاش ثقة زيادة عن اللزوم في الصحاب جوه الشغل. التالت: داري على نيتك. الرابع: اتكلم أقل ما يمكن. الخامس: سمعتك هي كل حاجة. والسادس: خليك دايما في الصورة والفت الأنظار. دي كده قواعد البداية عشان نعرف نلعب صح. المجموعة دي بقى عن فن استخدام الآخرين بذكاء. يعني خلي غيرك يشتغل وانت تاخد اللقطة، خلي الناس هي اللي تجيلك، اكسب بأفعالك مش بكلامك. ابعد عن الشخص التعيس عشان عدوى النحس، خلي الناس دايما محتاجالك، وفاجئهم بكرم مدروس أو صراحة محسوبة. هنا القوانين بتبدأ تبقى أشرس شوية، بتتكلم عن استراتيجيات الهجوم والدفاع. لما تطلب مساعدة، خاطب مصلحتهم مش قلبهم. اعمل نفسك صاحب عشان تجمع معلومات. لو عندك عدو، اسحقه تماماً وما تسيبش أي فرصة يرجع لك بيها. غيابك بيعلي قيمتك. خليك غامض عشان الكل يعملك حساب. وأخيراً، ابني حوالين نفسك حصون، بس ما تنعزلش. المجموعة دي مميزة لأنها كلها عن الذكاء الاجتماعي وإزاي نقرأ الملعب صح. أهم حاجة، اعرف أنت بتتعامل مع مين بالظبط. ما تختارش صف مع حد عشان الكل يفضل يحاول يكسبك. العب دور الأهبل عشان تصطاد اللي فاكر نفسه ذكي. استسلم تكتيكياً عشان تكسب استراتيجياً. ركز ضرباتك في نقطة واحدة، واتقن دور الدبلوماسي المثالي. هنا بقى بندخل في قوانين صناعة الصورة والبراند الشخصي، زي اخلق نفسك من جديد وما تخليش الناس تحطك في قالب معين. خلي إيدك نظيفة وخلي حد تاني يعمل الشغل اللي مش تمام. العب على حاجة الناس إنها تصدق في أي حاجة. ادخل أي موقف